عن حديث أم معبد الخزاعية في الهجرة النبوية، يوم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءها ومعه سيدنا أبو بكر، وذكروا أن شاتها كانت لا تدر، كان حليبها معدوما، كان ضرعها يابسا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويمس ضرعها فتدر بلبن غزير ملئ به القعب، فشربوا وشرب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي الإناء كما هو. وانبهرت سيدة أم معبد بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، وجاء زوجها كما هو مذكور في الروايات، قال جاء زوجها أبو معبد وهي أم معبد، قال جاءها فسألها من كان عندك، وقد رأى اللبن ورأى الشاة دارة ورأى الحال تغير، فسألها فقالت له سيدة أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها، قالت له رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع وفي لحيته كثافة، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، يقول القول فصلا لا نقص فيه ولا هذر، كلامه كأنه خرزات نظم يتحدرن، أجمل الناس وأحسنهم من بعيد، وأرقاهم وأبهاهم من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه من قصر، وهو غصن بين غصنين مع صاحبيه، مع أبي بكر عبد الله بن أبي أريقط، قالت له هو غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة قدرا وأعلاهم شأنا، حوله أصحاب يحفونه، إذا قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. قال لها زوجها يا أم معبد هذا صاحب قريش الذي تجد في طلبه، ولئن وفقني الله لألاقينه ولأتبعنه، وسأفعل إن شاء الله ما وجدت إلى ذلك سبيلا. هذا أمر موجود على أنه معجزة درت بها ضرع هذه الشاة لأم معبد، وبقيت في التاريخ وذكرها أهل السير جميعا بالاتفاق، وذكرت في كتب الحديث وفصلت تفصيلا، ولم يكن هناك أحد من الموثوقين إلا رواه، بل إنهم ابن هشام يروي أكثر من هذا. جزى الله، يقول سمع جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فيا فوز من أمسى رفيق محمد، ليهني بني كعب مقام فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. هذا من المعجزات الكبيرات الجليلات التي ذكرت.